بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا إن شاء الله أنا هتكلم عن اللوحة دي باختصار شديد قوي. إن اللوحة دي هي ETS. طبعا احنا كلنا غنينا عن التعريف في ال ETS في انقطاع الجهد الكهربي. هي بتقوم بعمل تشغل المولد وتقوم بالعمل الكامل. احنا عندنا اللوحة دي للبيع، يعني بنتكلم فيها ان شاء الله تعالى، ربنا يرزقنا هنبيع. دي وحدة الكنترول PLC بتاعتها، دي الشاشة تمام، ودي المالتي ميتر ماركة سكوميك، وبرضو PLC ماركة سكوميك. السكينة موتورايزد. قدرة اللوحة دي 160 امبير. عندنا هنا القطع الرئيسي والسكينة الموتورايزد. عندنا وحدة PLC الباور سبلاي. تايمر لو في توقيتات احنا مش عايزين نشغل فيها المولد، في عندنا تايمر الجروزلين ده 15 برنامج. يعني انا ممكن اقول له والله في الساعه كذا ما تشتغلش، في الساعه كذا اشتغل. بنحدد له. ده يعتبر برضو وحده كنترول الكامله في 15 برنامج بالظبط. تمام. دي الكنترول بتاعها. اشارات الستارت للمولد والتبطيل. دي ان شاء الله عندي للبيع. وعندي واحده تانية شنايدر دلوقتي هنتكلم عليها برضو، قدره 250 امبير. طبعا دي السكينه الشنايدر اهي بحالتها، فابريكا بالكامل، بالانترلوك، بالميكانيكال، بالشنط، بالاكزيلوري بتاعها، بكل حاجه. السكينه كامله على التوصيل فقط لا غير. لو حد محتاج نضيفها له في لوحه او نجمعها في لوحه زي ما هي. القواطع اهي زي ما حضراتكم شايفين 250 امبير. السكينه ان شاء الله للبيع، فابريكا بالكامل بحالتها، تعتبر ما اشتغلتش. المسامير اهي ما اتربطتش اهي. لو بصينا على المسامير ما اتربطتش، الالانكي مش معلم فيه. فاحنا بنتكلم لو حد محتاج، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده الكهرباء بتقطع كتير. دي بتتعامل اوتوماتيك، تشغل وتبطل المولد لوحديها وتدخل الكهرباء وتخرجها. اما الكهرباء ترجع المولد يقعد شغال الفتره الويت بتاعه لفتره الانتظار، وبعد كده يخرج. اللوحتين دول ان شاء الله تعالى هيكونوا للبيع متواجدين معانا. هنسيب ارقام تليفوناتنا لاي حد محتاجهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.